بأكثر من هذه الجهود وهذه الجولة معي من القاهرة مراسلنا محمد محي الدين. أهلا بك محمد. إذن محطة الثالثة البحرين، محطة الرابعة المملكة العربية السعودية، قبلها كان هناك محطة للسيسي على مستوى دولة الإمارات وكذلك قطر. إذن دعنا نتابع ونرصد أبرز ربما دلالات والغرض من هذه الجولة وأبعادها كذلك وما رصد من رسائل خلال هذه اللقاءات. هو تأكيد لموقف مصر التضامني مع دول الخليج، والذي أكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك المسؤولين المصريين على مختلف مستوياتهم، وهو التضامن الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن ضد الاعتداءات الإيرانية المستمرة على هذه الدول. زيارة الرئيس المصري اليوم إلى كل من البحرين والسعودية هي استكمال لهذه الجولة الخليجية التي بدأها أول أمس الخميس بداية من الإمارات ثم قطر، وربما لن تتوقف عند حدود السعودية. الرئيس المصري غادر السعودية قبل قليل، ولكن غير معلن عن المحطة الخامسة في هذه الجولة الخليجية. الرئيس المصري أعاد التأكيد على عدد من المواقف المصرية فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. تم التأكيد على إدانة مصر لهذه الاعتداءات التي تصفها مصر باعتداءات آثمة وغير مبررة، وكذلك تم التأكيد على وقوف مصر وتضامنها مع هذه الدول وضد أي تهديدات تهدد أمنها وسلامتها، وكذلك تأييد مصر لكافة الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية أمنها وسيادتها. تم التأكيد كذلك على موقف مصر الرافض للتصعيد العسكري في المنطقة. مصر قبل أيام نقلت هذه الرسائل أيضا ليس فقط إلى رسائل التضامنية مع الدول العربية، ولكن كذلك عبرت عن موقفها خلال الاتصالات الرسمية التي تجريها مصر مع مختلف المستويات، حتى مع الجانب الإيراني. تم نقل هذه الرسالة خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس الإيراني. تم التأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست جزءا من هذه الحرب، وأنها كانت تسعى قبل اندلاع هذه الاشتباكات إلى التخفيف من حدة التصعيد في المنطقة، وطالب الجانب الإيراني بإيقاف هذه الاعتداءات فورا على دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك ترى مصر أن استمرار هذه الاعتداءات سوف يكون له تأثير طويل الأمد على حتى العلاقات العربية الإيرانية وكذلك على الأمن والسلم الإقليميين. هذه الزيارة المستمرة ناقشت كذلك، أو هذه الجولة المستمرة ناقشت كذلك تداعيات هذه الاعتداءات المستمرة على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأمن الطاقة وحرية الملاحة، وهذا تحديدا ما تحدث عنه البيان الصادر عن دولة البحرين، حيث تم التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وطالب كذلك بالرئيس المصري وملك البحرين بضرورة وقف التهديدات الإيرانية بتعطيل حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الهام. وكذلك تم التأكيد على أن حماية هذا الأمن الملاحة في هذا الممر هي مسؤولية دولية مجتمع يجب أن يقوم بها المجتمع الدولي بشكل كامل. هذه الزيارات المستمرة كذلك دفعت الجماعة العربية إلى إصدار بيان تشيد وترحب بهذه الزيارات التضامنية، سواء التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو حتى التي قام بها الملك الأردني، في تأكيد على أن الموقف العربي بصفة عامة هو رافض لهذه الاعتداءات الإيرانية. الجماعة العربية جددت كذلك مطالبتها بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية فورا وخطورتها كذلك على الأمن والسلم الإقليمي. إيمان، شكرا جزيلا لكم محمد محي الدين مراسلنا من القاهرة.